سامعين القرمشة؟ سامعين؟ جايبة لآخر الشارع. يلا مستنيين ايه؟ ب2 جنيه عيش ولا بجنيه عيش، وقوموا اعملوا احلى سحور. شوفوا الجمال، ولا تصبيرة حتى بين السحور والفطار. يلا يلا اوام. سامعين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ لا وبصوا شوفوا، سامعين؟ سامعين القرمشة؟ سامعين ولا مش سامعين؟ شوفوا الجمال، شوفوا الحلويات. يا ترى الطعم ايه؟ جميلة ومقرمشة وهادية ولذيذة وعيش تموين. هو ده البطل معانا، عيش تموين يا أمل. عيش تموين طري اهو. شفت ناس بتعمله بالعيش الشامي، طب ماله العيش التموين؟ رهيف وجميل وحلو. نشيل الطروف اللي في الجنب دي اللي عاملة الدورانات الناشفة دي، وكنا ممكن نشيل الطروف اللي فوق. وقصوا شرايط بقوا 3. ال3 هفرقهم نصين هيبقوا 6. يعني أنا 5 ترغيفة بجنيه كفوني، عملت 30 سمبوكساية. قوموا يلا، قوموا دلوقتي اعملوها لولادكم على السحور. والله اتسحروا وانبسطوا وقالوا أجمل سحور. شوفوا، فتحت العيش من بعض وقصقصته شرايط وشلته فوطة عشان يفضل طري لما اجي احشي. وحضرت الحشوة زي أي حشوة تاكلوا على السحور اهو. جبت زيتون بس قطعته، وكمان فلفل وبسطرمة. بسطرمة يا أمل من أم 200 جنيه في عيش ب2 جنيه. يا جماعة دي بسطرمة اقتصادية، أنا اللي عاملاها في البيت، هقول لكم الطريقة بعدين. وكان عندي إيه؟ جبنة رودس أهيت بالفلامنك، جميلة بحبها. هاتوا دومتي، هاتوا أي جبنة، إن شاء الله جبنة قريش بس في السمبوسك. وحتة موتزاريلا كانت معايا من أول رمضان فاضلة، أنا عملت دول كلهم على بعض. إليكم الفكرة وإنتوا عندكم المقادير. ممكن تعملوا فلفل وجبنة بس، ممكن لانشون وجبنة، ممكن زيتون وجبنة. الفكرة في فكرتكم، كأنك بتعملوا سندوتشات لأولادكم بأي طريقة. ويلا بينا. بصوا ما تحشوش على الناحية الخشنة اللي جوه، احشوا على اللي بره اللي هي المحمرة دي، عشان دي مش هتشرب زيت وهتنطره بره، انما اللي جوه دي هتستحمل الزيت ومش هتشرب قوي، هتبقى جميلة. شوفوا منى بتلفها كده وانا بلفها كده، بنلزقها بالمية والدقيق اللي احنا عاملينه. بقت سمبوسك. سمبوسك دي ولا مش سمبوسك؟ اجمل سمبوسك. يلا قوموا قوموا يلا، السحور قرب، واعملوها لاولادكم وابسطوهم. فطار سحور. شوفوا منى بتعملها ازاي، حطت اهي ولفت كده وماشيه واحده واحده للبنوتات الصغننه. اعملي وساعدي ماما، هيبقى اجمل سحور. ونرصه كده وعلى طاسه فيها زيت سخن. ويلا سامعين القرمشه؟ شوفوا، سامعين؟ سامعين القرمشه؟ سامعين ولا مش سامعين؟ شوفوا الجمال، شوفوا الحلويات. يا ترى الطعم ايه؟ جميلة ومقرمشة وهادية ولذيذة وعيش تموين. في حلاوة أكتر من كده؟ إيه رأيكم في الجمال ده؟ لو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي ودمتم مستورين وبالرضا فرحانين. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش اللايك واشتركوا عشان تشوفوا وصفات توفير تانية.